تحياتي، معكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. بعد فترة توقف اقتربت من الشهر يعود إليكم البرنامج. احنا مش راجعين عشان احنا البرنامج اللي كان ليه 3000 متابع، ولا راجعين علشان افتقدنا النجاح الساحق اللي كنا فيه. انا عارف ان كل المتابعين كانوا 28 واحد، واقصى عدد مشاهدات وصلت له كان 200. بس اللي بيحصل في الزمالك دلوقتي، اي زملكاوي عنده ضمير لازم ينطق، لازم يقول رأيه حتى لو من شباك صغير زي اللي بتكلم انا منه. فاكرين اول حلقة انا اتكلمت عن الكارثة اللي كان مقبل عليها الزمالك وقتها، وهي اقالة مكليش. وقلت ساعتها ان الاهانات اللي بتوجه للراجل واقالته بالطريقة دي على وجه الخصوص هتتسبب للزمالك في سمعة زي الزفت في اوروبا، هتخلي اي مدرب ولو كان بيدرب في نادي درجة تالتة هناك يفكر 99,500 مرة قبل ما يوافق على تدريب الفريق. مشي مكليش، دخلنا في محمد صلاح، لا حلمي، وبعديه صلاح، وبعديه مؤمن، وبعديه صلاح، ورجعنا لحلمي. عشان حق ربنا محمد حلمي افضل الموجودين دلوقتي، في ظل ان اللي افضل منه رافض انه يجي الزمالك. طب ليه رافض انه يجي الزمالك؟ عشان هو مش عايز اهانات، مش عايز بعد ماتش يتعادل فيه يطلع يتشتم ويتبهدل ويمشي. مبدئيا كده تعليق رئيس النادي على اللي حصل في ماتش اسوان، اوعى يخدع حد فيكم، اوعى حد فيكم يتخيل ان محمد حلمي وجهازه بعيد عن الاقالة. بالعكس، دول اقرب مما تتخيلوا. فاكرين مؤمن سليمان لما طلعنا قلنا يا اخوانا والله ما ينفع، يا جدعان والله ما يصح، يا جدعان الفريق ما بيتقدمش نص خطوة لقدام، لازم مدير فني اجنبي. بس للأسف آلاف الزملكاوية اللي كانوا بينادوا بالكلام ده اترد عليهم بودن من طين وودن من عجين. واخيرا يخرج علينا رئيس النادي بمنتهى الصراحة ويقول معلش مفيش فلوس. مظبوط يا ريس، لا طالما مفيش فلوس وفي أزمة دولار احنا في ظهرك. امين يا باشا. يبقى الحل هو الابقاء على محمد حلمي بجهازه لاخر الموسم. طب ما احنا هنخسر الدوري، وايه المشكلة يعني؟ احنا خسرناه قبل كده كتير. ايوه طب ما برضه هنخسر الكاس يا عم، ما يهمكش، احنا واخدين اخر 4 نسخ. طب وبالنسبة لافريقيا ده على اساس ان احنا كنا بنلعب في اليابان امبارح. معلش نخسر دوري ونخسر كاس ونخرج من افريقيا تاني. اللي انا عايزه كله ان على ما يجي نهاية الموسم تكون ازمة الدولار اتحلت، وازمة الحجز على رصيد النادي خلصت، ورجعنا معانا فلوس. وقتها مفيش حاجة يا ريس، قبل نهاية الموسم بشهر تقعد مع حلمي كده بالراحة وبص يا كابتن حلمي، الموسم ده اخرنا مع بعض، اخر ماتش في الكاس للزمالك هو اخر ماتش ليك معانا، ماشي؟ وللعلم كابتن محمد حلمي هيحترم كده جدا 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 جدا. طيب بعديها بقى نجمع اللجنة الظريفة بتاعتنا، حازم، ميدو، خالد الغندور، اي حد بيفهم في الكرة الاوروبية بجد. ويا ريت لو نعدي كده ناخد الكابتن خالد بيومي في سكتنا. الناس دي تقعد ويتعرض عليها سطر المدربين بتاع كل مرة عشان يختاروا من بينهم المدير الفني القوي التكتيكي بشكل عالي اللي يقدر يتعامل مع ماتشات للزمالك هجوما ودفاعا وتنظيما
وطبعا يقدر يطور من اداء لعيبه صغيره في السن تحت ايدينا كتير، نتفق، نبعت نتفاوض، نجيب الراجل، اقعد يا عم الحاج اتفرج على ماتش واثنين وثلاثة وخمسة. ليه؟ اصل مفيش عندنا وقت لفترة اعداد. ليه؟ اصل الدوري بتاعنا هيخلص واحنا في قلب مدعكة افريقيا، ده لو كنا مكملين في افريقيا يعني وقتها. الراجل اتفرج، خلصنا، كابتن حلمي يرفع له تقريره، ده كويس، ده وحش، ده انا شايفه لازم يمشي، المركز ده محتاج تدعيم. والله المدير الفني الجديد عاجبه الكلام خير وبركه، مش عاجبه قطع يا عم التقرير ارميه في الشارع وابدا شوف انت هتعمل ايه. نبدا على نضيف بهدوء، ويا رب يا رب نكون اتعلمنا الدرس. سيب جهاز فني يمسك الفرقه موسم على بعضيه، حتى لو هننزل درجه تانيه. اصله مش هيحصل في الزمالك اسوأ من اللي بيحصل النهارده. الناس اللي بتهاجم اللعيبه، سؤال بس صغير، هو مش ده باسم الحاسم؟ هو مش ده اللي يوحفني؟ طيب بالنسبه لطارق حامد، مش ده اللي كان ساحقه؟ ايه كله بقى بلح كده دلوقتي؟ ستانلي، مش ده القاطره اللي احنا جبناها من وادي دجله؟ احب بس افرق لكم ما بين ستانلي اللي كان بيدربه باتريس كالتيرون وستانلي اللي دربه مؤمن سليمان ومحمد صلاح. شفتوا الفرق؟ حسيتوا؟ طب حد فهم ان ده عيب مدرب بجد؟ يا اخوانا اقسم بعزة جلالة الله الزمالك بيمتلك افضل جيل ممكن من لعيبة الكورة. مفيش في مصر احسن من كده، مفيش في مصر احسن من دول. حلنا زي ما قلت في مدير فني اجنبي محترم محترم، وبدل ما كل سنة نصرف لنا 15 17 مليون جنيه عشان لعيبة، لا يا عم اكتفي باللي حيلتك دول وهات لهم راجل يعرف يوظفهم ويلعبهم زي ما قال الكتاب، واتفرج عليهم بس وهما بياخدوا بطولات. الحقيقة لسه عند رأيي بأن دورنا كمشجعين هو تشجيع كل ما هو زملكاوي، وبناء عليه يا شباب مفيش قدامكم غير انكم تدعموا وتقفوا في ظهر الكابتن محمد حلمي الى ان يجد جديد. تعليقا على ازمة جنش، بيقول لك زمان كان في ملك، الملك ده داخل القصر بتاعه في ليلة ساقعة قوي، لقى حارس عجوز واقف لابس قميص خفيف في ايده سيف ودرع. الملك بص للحارس وصعب عليه قوي، قال له انت ازاي واقف في الساقعة دي كده؟ انا هأمر لك ببلطو دلوقتي حالا تلبسه وحطب يولع قدامك عشان تتدفى. الملك دخل القصر، شاف الملكة، نسي الحارس واللي جابه. تاني يوم الصبح صحيوا لقوا الحارس ميت. الملك سأل الحكيم ايه الموضوع؟ اشمعنى الحارس مات في الليلة دي؟ قال له يا مولاي الحارس مات من الامل. الحارس كان راضي بحاله كده بقميصه الخفيف في التلج ده واقف صامد، لكن بمنتهى البساطة انت اديته امل، ففجأة حس بالبرد وما استحملوش ومات. جنش كان الحارس الاحتياطي الامثل للزمالك. ليه؟ عارف ان امكانياته عظيمة لكن راضي بالدكة. اول ما عبد الواحد يقول اي كان يقف جنش مفيش مشاكل. اول ما الشناوي يبدأ اللي بنا تلعب في دماغه يركن وجنش يقف مفيش مشاكل. ودايما وابدا جنش كان بيقف مش خايف ومش مخوفكم. طيب المدرب الوحيد اللي قدر يتعامل مع جنش صح كان فيريرا لما كان عندنا مدرب. فيريرا اللي جه من الاول خالص قال له خد يا ابني انت هتقف ماتشات الكاس، وانت يا عم الشناوي جنش هيقف ماتشات الكاس، ولو سمحتوا مش عايز نفس. وبناء عليه
الشناوي وقف ماتشات افريقيا والدوري كلها في منتهى التألق، وجنش وقف ماتشات الكاس ولا اجمل ولا احسن ولا اعظم من كده. كانت النتيجة ان الزمالك بطل دوري وكاس. بمناسبة فيريرا، صحيح الزمالك استعاد كل من كانوا فشل من وجهة نظر مجلس الإدارة، والوحيد اللي نجح الزمالك ما رجعوش. يعني الكابتن محمد صلاح مثلا كل مرة تولى مسؤولية الرجل الأول ما نجحش، ومع ذلك عادي بنرجعه كل مرة. الكابتن محمد حلمي اتقال عليه شخصيته ضعيفة وإن هو السبب في خناقة باسم وحازم، ومشيناه وبرضه رجعناه. وفي واحد تالت مشي بسبب سوء الأداء والنتائج ومش بعيد يرجع بكرة. ما تخافش، مش هقول على اسمك يا مؤمن يا سليمان. الوحيد اللي نجح حتى ما حاولناش معاه. عارفين مين اللي نجح؟ ايوه الكابتن اللي في اخر الصف. مين؟ برافو عليك، جوزفالدو فيريرا. مفيش حل يا جدعان. مش هقدر اقول لك الراجل ده يرجع تاني، لان الراجل ده بعد اللي هو شافه في الزمالك مش هيرجع. لكن لازم 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 نشوف حل. ازاي بقى؟ معرفش، دي بتاعتك يا عم ريس. انت احسن واحد في التوقيت ده، لازم تاخد قرار. في النهاية بعيد نفس الكلام، احنا بمزاجنا او غصب عننا بنشجع الزمالك، ولازم نفضل في ظهر الزمالك، وملناش حل غير كده. اشوفكم الحلقة الجاية.